صباح الخير يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية من رب العالمين. فيديو هيك على السريع لوجبة بتصلح للفطور وبتصلح لتكون انه سحور، ونحن صرنا على ابواب الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم. الله يعيده عليكم وعلينا بالصحة والعافية يا رب. كل اللي عملته حطيت القليل من الزيت بقلب المقلة عندي، وعندي هذا اللانشون بقطعه مكعبات انتو الحجم اللي بدكم اياه، وراح هقليهن شوي بالوقت اللي انا اللانشون او المرتديلا على النار. راح نخفق مع بعض البيض. راح احط انا 5 بيضات مع رشة ملح صغير كتير، لانه في على المرتديلا مالحة مثل ما بتعرفوا. وبس راح احط فلفل اسود بيعطي نكهة طيبة للبيض، وراح اخفقن بهالطريقة. وخلينا نرجع للمرتديلا اللي عنا. وهلا بعد ما قليت المرتديلا، كل اللي بدي اعمله عندي بصل اخضر، وفيكو طبعا بصل عادي بس يكون ناعم كتير يعطي نكهة طيبة. راح احط شوي واترك شوي للوجه للزينة. ما بدنا البصل يستوي، مجرد هيك حركتين. وهلا راح اضيف البيض. طبعا عدد البيض راجع لإلكو، اذا حابين كمية البيض تكون اكتر من المرتديلا فيكو تضيفوا كمان بيضتين. وهلا رح اغطي عليهم ليستوي كمان من فوق، وراح اوطي تحتهم. النار خفيفة لازم تكون ليستووا استواء كامل. مثل ما شايفين بعد في بيض مش مستوي، بس بالشوكة بفتح هيك شوي لحتى اساعد البخار يطلع لفوق وتستوي الطبقة الفوقانية. او احيانا عندي صينية صغيرة قد هالمقلة او اكبر شوي، بعمل فيه الخليط بديره فيه وبدخله الفرن كمان، بصير اسهل، بينعمل من فوق ومن تحت. ورح يكون لنا وقفات تانية ان شاء الله عشان وجبات للافطار، او يعني فطور اليوم العادي، او فينا كمان يكون للسحور. اتمنى تتابعوني. هاي شكلها بعد ما استوت، فخلينا نروح مع بعض ونحطها بصحن التقديم. كل اللي راح اعمله راح احط عليه باقي البصل اللي تركته انا، وطيب هالصحن كتير مع الزيتون. بس انا راح ازينه كمان هيك بشوية طماطم او بندورة. لقمة كتير طيبة ومغذية ومفيدة خاصة لأولادنا، أو مثل ما قلت بسحور رمضان، يعني وجبة كاملة متكاملة. فأتمنى تنال إعجابكم ورضاكم، وألف صحة وعافية على قلوبكم وقلوب حبايبكم جميعا يا رب.